عارفين ان انت نادي ما عندكش مبدأ وما عندكش كرامة، انما كلب فلوس. جديدة دي الصراحة. النادي الاهلي حرقهم. النادي الاهلي جايب لهم تسلخات في حياتهم. النادي الاهلي حاطط عليهم بعد قرار لجنة التظلمات. طبعا نادي الزمالك ما وقعدش ساكت، طلع لك بيان قد كده وقال لك ان انا هروح على المحكمة الدولية. احب اقول لك وانت رايح خد معاك اخوك بيراميدز اللي بيدفع لك فلوس عشان تفوت المباراة. دلوقتي راح تمسك في الثلاث نقط بتوع النادي الاهلي اللي مش هيتخصموا في اخر الدوري، ومفوت المباراه البيراميدز قبلها بيومين. يا اخي باي وش طالع تتكلم على الثلاث نقط وانت لسه مفوت؟ ولا بيراميدز بيدفع لك؟ بعد لما فوتت المباراه على طول عرفنا ان انت دفعت غرامه خالد بوطيب وهتدفع غرامه باتشيكو. منين الفلوس دي كلها؟ من بيراميدز صح؟ ما انت ما عندكش كرامه، يتهزق كرامتك، بس اهم حاجه يدفع لك فلوس. زي الكابتن ممدوح عباس لما بيطلع يشتمكوا ويحط عليكوا وفي الاخر بتدلدلوا راسكوا وبتقولوا امين. ده اللي هيحصل مع بيراميدز. فوت المباراه، حاضر هنفوت المباراه، بس في كل القيد زي ما حصل في مباراه النادي الاهلي لما وزير الشباب والرياضه قال لكم هنأجل المباراه ساعتين وافقتوا. بعدها بشويه قلتوا لا هنلعب. ليه بقى يا معلم؟ عشان اداره بيراميدز وعدتكم ان هي تجدد عقد بنتائج مليون ومئة الف دولار، وبعدها بنص ساعة طلع قرار تجديد عقد بإنتاج. عرفنا إن أنت نادي ما عندكش كرامة، ما عندكش مبدأ، بس لسه عارفين من قيمة شوية إن أنت نادي كلب فلوس. ابعتها له عشان جمهوره مش مقتنع بكده. بس كده، يلا سلام.